امتى نحاول وامتى ننسحب لو في خطوبة؟ عايزين نقسم المشاكل او الاختلافات لثلاث حاجات. اول حاجة اختلافات ما بينكم نتيجة ان كل مبادئكم مختلفة واهتماماتكم مختلفة. اتنين، مشاكل نتيجة انه ضعف في شخصية حد فيكم. تلاتة، مشاكل نتيجة تشوهات فكرية عند حد فيكم. ازاي نفرق ما بين التلاتة؟ اول حاجة اللي هي المشاكل اللي هي خاصة بالمبادئ او اهداف حد فيكم. تعالوا ناخد مثال كده، ان حد بيحب المشاركة وبيحب المجتمعات وبيحب الناس وبيحب ان هو يخرج ويتفسح ويروح ويجي، وحد تاني بيحب يبقى لوحده اكتر، بيحب الخصوصية جدا. فهنا بقى في اختلاف كبير. مفيش حد فيكم صح ومفيش حد غلط، انتوا الاتنين صح. بس اللي بيحب الخصوصية أو اللي بيحب المشاركة مش عارفين يتعايشوا مع بعض، ده بينتقد ده، لأنه في واحد نتيجة المشاركة بيتعدى على خصوصية التاني، لأن هما الاتنين مشتركين في علاقة. فهنا محتاجين أن الخلافات اللي زي كده تتوفق، يبقى في مرونة. لو مفيش مرونة، لو مش مقبول المرونة من طرف من الطرفين، يبقى بالتالي هيبقى في عذاب مستمر، يبقى العلاقة مش هتنجح، يبقى نوقفها. ده جزء الاختلافات. جزء اللي هو الضعف، مثلا حد فيكم ما بيعرفش يواجه، ما بيعرفش يستحمل الضغط، حد فيكم عصبي جدا وصوته عالي وبيتخانق. دي هنا مشاكل نتيجة ضعف الإنسان بغض النظر عن العلاقة. الإنسان اللي بيتعصب بسهولة، الإنسان اللي مش بيعرف يواجه، اللي مش بيعرف يتعامل مع الضغط، دي مشكلة خاصة بالشخص ملهاش علاقة بالعلاقة. طب نعرفها ازاي؟ ان هي هتكون مشتركة مع كل الناس. اي ضغط هو بالنسبة للشخص يا اما هيهرب منه، او حد تاني هيبتدي ينفعل ويغضب بغض النظر عن مين اللي قدامه. وهنا تضاعف عند الشخص نفسه، محتاج يشتغل عليه علشان يقدر يتعايش مع الطرف التاني. وبالتالي لو الشخص رافض ان هو يشتغل على نفسه، رافض ان هو يشوف انه اللي بيعمله دوت اصلا فيه مشكله، يعني ساعات كتير بتبقى الشخص ممكن يعترف ان دي مشكله، بس هو ما عندوش القدره على حلها دلوقتي، وان حلها بيحتاج منه وقت. فمحتاج شويه صبر من الطرف الاخر ودعم من الطرف الاخر وتشجيع. فلو ما فيش الكلام ده، يبقى العلاقه مش هتعرف تنجح. تالت حاجه حته التشوه، ان الشخص يكون شايف الواقع بشكل غلط. فيعني ايه الكلام ده؟ يعني انت تبقي شايفه، او انت تبقى شايف ان ليك حق والحق ده مش حقك. مثال اللوم، انه مشاعر مثلا انت متألمة وانت متألم، فانت تحس ان انت الألم اللي جواك او انت الألم اللي جواكي هو السبب فيه، فتبتدي تلومي الشخص اللي قدامك على مشاعرك، في حين المشاعر دي بتاعتك انت، مش بتاعت الطرف الاخر. فمالوش ذنب في اللي انت حاسه بيه. ممكن يكون ليه تأثير، انما ملوش تحكم، لان التحكم بتاعك انت او بتاعك انت، لانها جواك انت. فلو ما نفرق ما بين التأثير والتحكم، هنا بيكون في نضوج، مفيش تشوه، فبالتالي مفيش لوم. انا ما اقدرش الوم اللي قدامي، انما اقدر اوقف اللي قدامي عند حده. اقدر ان انا اواجه اللي قدامي، اقدر ان انا اعرفه ايه اللي هو بيضرني في ايه، او ان انا مش راضي بايه. فساعتها بيبقى في تواصل وتفاهم ما بين الطرفين. فاي مشكله من الثلاثه دول قابله للحل، وبالتالي اي علاقه ينفع تنجح لو الاشخاص اللي فيها حابين وعايزين ان هم يشتغلوا على نفسهم عشان ينجحوا، علشان هم مختارين بعض. فاي علاقه هتحتاج مجهود، اي علاقه هتحتاج شغل، بس مساله اختيارات. فالقرار اللي عند مين؟ القرار عند كل واحد فيكم. انت عايز تشتغل على نفسك وعايز تواجه نفسك بالحقيقه وتبتدي ان انت تنمي من نفسك علشان انت عايز تحافظ على الانسان ده في حياتك، ولا لا؟ فقرار قرارك. جاوبتك.